هو أخيرا رجعت حلقاتنا. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طبعا احنا وقفنا الحلقات الفترة اللي فاتت بسبب طبعا المشاهدات قلت كتير بسبب طبعا المسلسلات والأفلام، فقلنا طبعا نرجع آه، بقوة بقى إن شاء الله من الحلقات اللي جاية. النهاردة احنا معانا فيلسوف ممكن يكون شوية مش كل الناس عارفاه، لكن هو نظرياته معروفة جدا جدا لناس كتير يعني. يقول لك ده بينهم وبين بعض عقد، ما حدش ينفع يكسر العقد ده. ليه؟ خلاص احنا كتبنا قوانين في العقد ده، احنا الاتنين هنمشي عليها. تمام. لما يبقى واحد مأجر من واحد بيت بيكتبوا عقد. لما يبقى في واحد مثلا مملك حد محل بيكتبوا عقد. هو ده العقد الاجتماعي، وده اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه بتاع جاك جان روسو. جاك جان روسو هو فيلسوف سويسري. ليه افكار كتير ليها علاقة بالاجتماعيات اكتر. تمام. كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم في كذا حاجة بصراحة. اهمها العقد الاجتماعي، وان الانسان ليه طبيعة خاصة بتدعوه دايما ان هو يفضل في اجتماع مع الناس. ما ينفعش ابدا الانسان يعيش لوحده، ده طبعا بالنسبة له. وطبعا هو كان بيتكلم على حاجات تاني زي الحرية، زي المساواة، زي الديمقراطية. في حاجة اسمها الديمقراطية الجزئية بالمناسبة اتكلم عليها وهحكي لكم عليها طبعا هنا في الفيديو. لكن طبعا قبل ما ابدأ خلينا نعمل شير ولايك وسبسكرايب كده للقناة وزودوا المشاهدات وروق عليا كده زي ما بروق عليك. يلا بينا نبدأ. العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو. هو كان بيقول ان لازم يبقى في بين الناس حاجة تحكمهم. الحاجة اللي هتحكمهم دي عمرها ما هيكون اتفاق بالشفاوي، لا لازم تكون حاجة مكتوبة وموثقة. الحاجة المكتوبة والموثقة دي لازم تكون بين طرفين، الطرفين راضيين على شروطها. تمام. دي ببساطة كده كلمة عقد اجتماعي بالنسبة لجان جاك روسو. تمام. تاني حاجة هو كان بيتكلم عن الديمقراطية الجزئية. يعني ايه الديمقراطية الجزئية؟ يعني انا كحاكم بشارك المواطنين في جزء من القرارات. ما ينفعش اديهم كل القرارات يعملوها هم لوحدهم خالص. لا، انا بديهم جزء صغير من القرارات بحيث ما يأثرش على سلطتي انا كحاكم للدولة. تمام. فكرة بقى الحرية والمساواة، هو كان بيقول ان لما تدي الناس حرية ولما تديلهم مساواة في الحقوق والواجبات اللي عليهم، هيخليك دايما تبص لقدام. يبقى بتطور حاجة اسمها التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بالنسبة لجان جاك روسو هي حاجة مهمة جدا، خصوصا للحفاظ على الأجيال اللي بعدين مش الموجودة دلوقتي. هو بيقول إن العقود الاجتماعية اللي احنا بنعملها دلوقتي هي بتأثر على الأجيال وولادنا بعدين. بصراحة أنا شايف إن في دي هو عنده حق جدا، لأن هو احنا بنتكلم على حاجة ممكن نعملها دلوقتي تأثر بكتير، سواء كان بقى بالإيجاب أو بالسلب على حسب الناس اللي بتتفق على على العقد الاجتماعي يعني. آه، ايه تاني؟ عندنا برضو حاجة مهمة، آخر حاجة معانا الطبقة الاجتماعية والملكية الخاصة. يعني ايه؟ يعني جان جاك روسو كان بيركز على فكرة التفاوت الاجتماعي. يعني هو كان بيبص لطبقات المجتمع انه لا يا جماعة لازم يبقى في اتفاق بين الطبقات دي وبين بعضها البعض. ما ينفعش يحصل دايما اختلاف، لانه لو حصل اختلاف هتحصل ثورات كتير. هو ما كانش عايز كده في الدولة. هو احنا قلنا هو بيتكلم على الحرية والمساواة وفي نفس الوقت السلام. انت لازم تحافظ على سلام الدولة اللي انت فيها. لما تحافظ على سلام الدولة اللي انت فيها هتضمن دايما ان الحاكم يكون هو المسيطر على الدولة كلها. هو كان شايف ان بسبب ان احنا لما نكون متفقين جوه الدولة هيقدر الحاكم بسهولة ان هو يسيطر عليها. وبصراحة انا شايف ان في كلامه شيء من المنطق، لان هو يعني ايه هتقدر تسيطر على دولة كل افرادها مشتتين، كل افرادها ليها اختلافات في الاراء. تمام. حاجة كمان عند جاك روسو، هو برضو كان بيتكلم على فكرة ان احنا كبني ادمين دايما بنبقى محتاجين لبعض. ما ينفعش البني ادم مننا يمشي لوحده في الطريق بتاعه، لا لازم حد تاني يمشي معاه. لانك لو مشيت لوحدك في الطريق بتاعك هتقابل حد تاني مختلف معاك خالص. فالمختلف معاك ده هيعارضك. فحل المعارضة دي ايه؟ اسم الله عليك، عقد اجتماعي. تمام. جان جاك روسو من اهم الفلاسفة اللي جت في تاريخ سويسرا بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشخصية. يعني انا كفادي بصنفه من اهم علماء علم الاجتماع، لان هو بسبب فكرة العقد الاجتماعي اللي اتكلمنا فيها طول الفيديو ده. آه، هو بسببها هو كان وصل لمرحلة عند الناس انه الراجل ده بيتكلم صح. لان احنا لازم نتجمع على حاجة واحدة، والحاجة دي عمرها ما هتكون ودي، عمرها ما تكون باللسان بس، لا لازم تكون حاجة مكتوبة على ورق وموثقة.
ده كان جان جاك روس. طبعا انا الراجل ده ليه كتب كتير جدا، لكن انا اهم المصادر لتحضير الحلقه دي انا هكتبهم لك طبعا في الديسكريبشن. اتنين: العقد الاجتماعي والرسائل الفلسفيه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ما تنساش بقى شير ولايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.